السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ان شاء الله في هذا الفيديو غنشرحوا كيفاش ناخذوا موعد عند السفاره المغربيه في قطر. غندخلوا لذاك الموقع اللي حطوا، غتلقاو الرابط ديالو في الديسكريبشن ديال هذا الفيديو ان شاء الله. ملي كتدخل الموقع كتبان لك هاد الباج هذه هي الواجهه ديال الموقع. بزاف ديال الناس شنو كيوقع لهم؟ كياخذوا الايميل ديالهم والباسورد كيحطوه الفوق هنايا كما كتشوفوا. الصحيح هو انك دير اول حاجه حساب عندهم، يعني في السيت ديالهم. اول تحت كاين انشاء حساب بالاحمر، كتورق عليه كتعمر هذه المعلومات. في الاول كيقول لك من انتم، كدير يعني مغربي مقيم بالخارج. وهنا كتختار قطر، وهنا قال لك واش مسجل في القنصليه ولا لا. انا ديجا مسجل، الا ما مسجلش غتقول لي لا. هنا رقم التسجيل القنصلي بلاش. هنا مركز القنصليه غتختار السفاره المغربيه. هنا الاسم، يعني تدخل الاسم العائلي ديالك. من بعد الاسم الشخصي، كتنزل تحت عندك جوج، قال لك لا اتوفر على يوم وشهر الميلاد. كاين اللي في لاكارت ديالو، يعني خاصه يعني الناس اللي كبار في العمر، ما كيكونش عنده النهار ولا الشهر، يعني غيورك على هذيك. بعض المرات كتلقى لاكارت ما فيهش يوم ولا ما فيهش الشهر. كاينين هاد الحالات. حنا كلشي يعني عندنا الشهر وعندنا اليوم، داكشي علاش غنكتبوه. عطيك لتحت يعني تعمر المعلومات، ولتحت دير عنوان الإقامة. أي حاجة درتيها، منصورة ولا ميشيرب ولا أي بلاصة، معيضر، أي بلاصة في قطر، المهم ديرها. هنا البطاقة الوطنية للتعريف، يعني تدير الرقم ديال البطاقة الوطنية. وهنا غتدخل رقم جواز السفر، ولتحت عطاك النمرة، يعني غتدخل النمرة ديال قطر، النمرة ديالك ديال هنايا. وعاد لتحت غتدخل البريد الإلكتروني، يعني البريد الإلكتروني اللي عندك غتدخلو هنايا. وغدير كلمة المرور، غتعاودها هنايا لتحت. ودابا غتشوف المعلومات كلشي واش هما هادوك. هنا كدير انا لاست روبوت، كتوافق يعني على الشروط اللي حاطين. ومن بعد كدير التسجيل. من بعد كتبان لك هاد الواجهه، كيقول لك في هذا الميساج تم ارسال رمز التحقق الى عنوان البريد الالكتروني. داك البريد الالكتروني اللي دخلتي صيفطوا لك واحد الرقم، خاصك تدخلو هنايا. دابا غنمشي للجيميل باش ناخذ داك الرقم. ها هو جا، غتدخلو في هاد البلاصه. هاد الارقام كدير ارسال. قال لك تم التحقق من الحساب. ملي كتعمر كلشي ديك المعلومات كيرجعك للواجهه الاولى، فين دابا غتدخل البريد الالكتروني ديالك، هذاك اللي دخلتي في المعلومات اللي ديجا عمرتي كلشي، غتحطو دابا هنايا الفوق. وتدخل كلمه المرور، وتدير انا لست روبوت. هنا كيدخلك الواجهه ديال الحساب ديالك في السيت ديالهم. صافي، هنا دابا يمكن لك دير طلب، ولكن قبل خاصك تعمر شي معلومات تاني، تزيد شويه ديال المعلومات هنايا. ملي كدير يعني اضافه طلب، كيعطيك هنايا تدخل المعلومات اللي مازال باقيين لك. هنايا راه كلشي المعلومات عمرتيهم. كتزيد يعني اسم الاب واسم العائلي الكامل للام.
هنا كتختار يعني الجنس ذكر او انثى، وهنا تقول لهم واش تختار ثاني، وهنا تختار واش اعزاب ولا متزوج ولا مطلق ولا ارمل. يعني المعلومات كلشي، يعني اي معلومه مازال ما عمرتيهاش غتعمرها هنايا. هنايا غتختار الدوله، يعني مغربي، المغرب. كيعطيك جميع يعني الدول، هنايا غتمشي تختار المغرب. تاريخ نهاية الصلاحية ما عطاكش، ماشي مشكل. أي بلاصة ما فيهاش داك النجمة الحمراء يعني ماشي بالضرورة تعمرها، تعمر غير هادوك البلايص اللي فيهم النجمة الحمراء كما كتشوف. قال لك المدينات دير يعني المدينة اللي انت فيه هنايا. الولايات دير بحال أنا دابا في الدوحة غندير المنصورة. هنا كيطلب منك الرمز البريدي، غتمشي غير لجوجل دير رمز البريدي الدوحة، غيطلع لك وغتدخلو هنايا. وهنا غتعاود النمرة ديالك، وفي التحت كدير يعني التأكيد. صافي، هذه هي الواجهة ديال الحساب ديالك في الموقع ديالهم. هنا ممكن دير تسجيل الطلب، يعني تعمر الطلب ديالك. وهنا فين يعني تصيفطو. يعني كلشي ساهل، ما كاين حتى مشكل. نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو، وموعد ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.